كنت عايز اعمل فيديو مصطلحات تهمك. تعريفية في يعني مثلا التي دي ان اللي كنا بنتكلم عنه، الدي سي بي، الان ار سي، الحاجات التي ام ار، الحاجات دي كلها. حاسه أكاديمي أكتر. بس ما هو لما بيجي حد يتعامل مع حد بتاع علف، فبيقول له مثلا ده العلف ده التي دي ان بتاعه 70% 75%، فبالتالي هو لازم يكون عارف يعني ايه تي دي ان اصلا. لما بيقول له مثلا ده البروتين المهضوم فيه، وليكن مثلا البروتين المهضوم بتاع العلف 40% 50% 70% على حسب، فهو لازم يكون عارف يعني ايه بروتين مهضوم، يعني ايه. ما احنا ممكن نعمل حاجه زي كده. علفك 14% بروتين، 16% بروتين، 18% بروتين. طب التي ان 65 70 75، كل ديت حاجات انت بتسمعها لما بتيجي تشتري العلف. طيب ازاي اتحسبت؟ جت منين؟ ايه المكونات اللي موجوده في العلف؟ كل دي حاجات لازم تكون عارفها عشان تعرف تركب العلف بتاعك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم الدكتور حماد عريضة، استشاري تغذية الحيوان، وده فيديو جديد من سلسلة ما تربيش وخلاص. طبعا احنا كنا، لو انتم فاكرين، في الفيديوهات اللي قبل كده لما كنا بنتكلم وبنقول ان عندنا تكلفة التغذية بتمثل 70 ل 80% من تكاليف مشاريع الانتاج الحيواني. يعني ايه؟ يعني انت عايز تركب العليقة بتاعتك بمصادر مواد علف تكون متوفرة عندك في النطاق بتاعك او في مزرعتك، وفي نفس الوقت تحقق نسبة البروتين والطاقة المطلوبة. من هنا تقدر ان انت توصل لمعدلات النمو اللي انت عايزها من الحيوانات بتاعتك بالخلطة بتاعتك، وكمان ان الخلطة بتاعتك او تركيبة العلف بتاعتك تكون متزنة واقتصادية. تعال بقى النهاردة نتكلم عن تركيب العلايق. ازاي انت تركب العليقة بتاعتك؟ خلينا متفقين ان اي عليقة بتتكون من مجموعة من المصادر. ايه هي بقى مجموعة المصادر اللي بتكون العليقة بتاعتك؟ مصادر للطاقة، ومصادر الطاقة دي اهمها الحبوب، او هي بتيجي من الحبوب، واهمها الذرة، ويليها بقى الشعير، وبعد كده مخلفات مصانع الذرة ومصانع النشا، وكل المكونات اللي ممكن تدخل كمصدر للطاقة في العليقة بتاعتك. تاني حاجه مصادر البروتين. مصادر البروتين اللي هي بتبني الجسم، المسؤوله عن ان انت توصل لمعدلات النمو او معدلات الانتاج اللي انت عايزها. عامه البروتينات بتبقى من مواد العلف البقوليه، وكمان بيبقى على راسها الجلوتين والاكساب. الاكساب بقى كثب فول الصويا، كثب بذره القطن، كثب السمسم، كثب العداد، كل الاكساب اللي موجوده في السوق كمنتجات او كمصادر للبروتين. كمان عندنا مصادر الالياف، وطبعا لما نيجي نتكلم عن مصادر الالياف في مواد العلف المركزه، رقم واحد عندنا هتبقى النخاله او الربده اللي هي نخاله القلب، ودي طبعا بشقيها الناعم والخشن، وهنتكلم عنهم دلوقتي والمحددات اللي احنا هنستخدمها فيهم. طيب لازم العليقه بتاعتك تكون متزنه من حيث الاضافات الغذائيه. طبعا الاضافات الغذائيه هنا بتشمل عندك من ملح الطعام، املاح المعدنيه، الفيتامينات، مضادات السموم، مضادات الكوكسيديا، والخمائر، ومنظمات الحموضه. لازم تكون الحاجات دي كلها موجوده عشان في الاخر اقدر اقول ان العليقه عندي متزنه، عشان تفي باحتياجات الحيوان. لان زي ما انت عارف ان انت لو اقتصرت على مواد العلف وما حطيتش الاضافات، مش هتحصل على معدلات النمو اللي انت عايزها، رغم ان العليقه بتاعتك كويس. ليه؟ لان نقص العناصر الغذائيه او الفيتامينات، او وجود سموم في العلف، او ان العلف بيعمل حموضه، كل الحاجات دي كلها لازم ان هي هتاثر على معدلات النمو بتاعتك. فبالتالي مش معنى ان انت تجيب مواد علف وتقوم خلطها على بعضها وخلاص انا حققت نسبه البروتين والطاقه اللي انا عايزهم وخلاص على كده. لا، ده لازم العليقه عندك تكون متزنه، كمان اتزان معدني، املاح معدنيه وفيتامينات على حسب احتياجات الحيوان. لما تيجي تكون العليقه بتاعتك في مجموعه حاجات كده لازم تكون عارفها. اول حاجه لازم تحدد نوع الحيوان اللي انت بتعمل له العليقه دي. نوع الحيوان انت هتعملها الابقار ولا الجاموس، الاغنام ولا الماعز، ولا الحيوانات الخيل والجر والعمل والركوب والكلام ده. لازم تحدد نوع الحيوان، وكمان لازم تحدد الفئه العمريه او الوزن بتاع الحيوانات اللي انت هتشتغل عليها عشان تحدد نسبه البروتين اللي هو محتاجها، وكمان نسبه الطاقه. طيب كمان ايه؟ كمان لازم تحدد احتياجات الحيوانات، وكمان لازم تحدد الانتاج المستهدف منها. تمام؟ لما تيجي تعمل عليها للتسمين، هل انت
عامل العلف ده لحيوانات بلديه ولا خليطه ولا مستورده، عشان تقول انا مستهدف ان انا احقق معدل نمو وليكن كيلو في اليوم ولا كيلو ونص في اليوم، ولا هي حيوانات مستورده هتزيد عن كيلو 800 2 كيلو. يبقى لازم تكون محدد المستهدف بتاعك من الايه، من الحيوانات. طيب ايه هي بقى طرق تركيب العلاج؟ انا لما اجي اركب العليقه اعملها ازاي؟ عندي 3 طرق رئيسيه لتركيب العلاج. اول حاجه اللي هي الطريقه اليدويه او التقليديه، ان انت بتكون عارف مواد العلف ومحتواها من الطاقه والبروتين وتبدا تعمل نسب فرديه، وهنتكلم عنها دلوقتي بالتفصيل ان شاء الله في الفيديو، وتبدا تعمل العليقه بتاعتك. الطريقه الثانيه اللي هي طريقه مربع بيرسون، ودي طريقه طبعا متبعه برده ومشهوره، ولكن ديت محتاجه مجموعه حسابات لازم تكون ايه، لازم تكون بتعرف تعملها. ولو انتوا عايزين او حابين ان احنا نشرح مربع بيرسون يا ريت تكتبوا لنا في التعليقات مربع بيرسون، واحنا ان شاء الله نجهز فيديو كامل عن مربع بيرسون ان شاء الله. الطريقه الثالثه اللي هي الطريقه باستخدام التكنولوجيا الحديثه او باستخدام الحاسب الآلي او باستخدام البرامج الغذائيه. دي طبعا بيبقى برنامج بتدخل له مجموعه من المدخلات اللي هي مواد العلف بتاعتك والنسب بتاعتها واحتياجات الحيوان، ويبدا هو يعمل لك توليفات اقتصاديه من الايه، من المكونات اللي انت مدخلها، او ان انت بتصمم اكسل شيت وتبدا ان انت تدخل له المدخلات بتاعتك ويبدا يكون لك توليفات العاليه بتاعتك بناء على الاحتياج. طيب ده بالنسبه للثلاث طرق. لما نيجي بقى نتكلم عن الطريقه اللي احنا هنشرحها النهارده اللي هي الطريقه اليدويه او الطريقه التقليديه، انا عشان ابدا في ان انا اعمل عليه او اخلط عليه عندي في الايه، في المزرعه بتاعتي، يبقى انا لازم اكون عارف مواد العلف اللي انا هستخدمها ديت مفتوحه ولا ليها محددات، لها حدود قصوى وحدود دنيا، اكبر كميه ممكن استخدمها قد ايه. لازم تكون عارف ان الذره المفترض ان هو ما يزيدش عندك عن 60% من تركيبه العليقه بتاعتك، يعني انا لو هعمل 100 كيلو الذره ما يزيدش عن 60% منها. تمام. طيب لو زاد عن كده هيعمل لي ايه؟ هيعمل لي تخمرات ويعمل لي حموضه وتخش في ساره اللي احنا شرحناها في الايه، في الفيديو اللي قبل كده. طيب الشعير يبقى 40%، ما يزيدش عن 40% في الايه، في العليقه، برضه هيعمل لي تخمرات ويعمل لي حموضه لو زاد عن كده. طيب ايه كمان؟ هنلاقي كمان عندنا نخاله القمح، ونخاله القمح طبعا بشقيها الناعم والخشن، احنا قايلين ان هي مصدر للالياف، فبالتالي الخشنه لو زادت عن 20% هتبدا تزود لي الالياف وهتقلل لي الطاقه والبروتين، وهنا يبقى معدلات الايه، النمو او معدلات الهضم هتكون منخفضه. طيب النعمه نفس الكلام، مفترض ان هي ما تزيدش عن 10 ل 15% عشان برضو ما تعمليش مشاكل في الايه، مشاكل هضميه واسهالات. طيب ايه كمان؟ كسب الصويا برضو من مواد العلف الاساسيه، المصدر للبروتين، فبالتالي نسبته عندي المفترض ان هي ما تزيدش عن 20 ل 25%، لان لو زادت عن كده هترفع لي البروتين في العليقه، والحيوانات المضطره مش محتاجه نسبه بروتين عاليه غير في الاعمار الصغيره اللي هي بادئ العجول. وبرضه هنعمل فيديو ان شاء الله عن تغذيه العجول الرضيعه ومرحله ما قبل الفطام وبعد الفطام، ان شاء الله نشرحها في فيديو بالتفصيل. طيب انا هنا ما زودش البروتين، عشان لو زودت البروتين هيزود لي الامونيا في الدم، وده هيكون عبء على الكبد، وهنا ممكن يحصل عندي تسمم في الحيوانات. كمان بيديني مشاكل تانية في الاناث اللي هي مشاكل تناسليه زي السموث اوفري، اللي انت تلاقي الحيوانات ما بتدخلش في دوره شياع، فهنا بيبقى عندك ايه، المبيض بيتحول لمبيض جلدي، ودي قصه هنتكلم عنها ان شاء الله لما نيجي نبدا في سلسله ابقار اللبن او حيوانات اللبن ان شاء الله. طيب كمان عندنا الجلوتين ده بنقول عليه دهب العلف، وده مصدر عالي من مصادر البروتين، نسبه البروتين فيه بتصل ل 60 او 65%، وهنا استخداماته مفترض ما تتعداش 5 ل 10%، لان انت لو استخدمته بنسبه اكبر فبالتالي انت هنا هتزود البروتين بدون داعي في الحيوانات الايه، المضطره، لان طبعا انتوا عارفين لما جينا نتكلم عن بيئه الكرش من ضمن الحاجات اللي بتوفرها الكائنات الحيه الدقيقه اللي موجوده في الكرش اللي هي البروتين الميكروبي، ان هي اصلا كبكتيريا هي عباره عن بروتين حيوي او مجموعه يعني بروتين ميكروبي، بتعدي جزء منها بيمر مع الكتله الغذائيه للمعده الحقيقيه وبيتم هضمها هضم انزيم، فبالتالي هي بتغطي لي حوالي 50 ل 60% من احتياجات الحيوان البروتينيه بتبقى من البروتين الميكروبي اللي هو اساسه الكائنات الحيه الدقيقه اللي موجوده في الكرش. عشان كده بنقول لك حافظ على بيئه الايه، الكرش تكون بيئه صحيه. تمام. طيب كمان عندي برضو لما اجي اشوف الاكساب الاقي من ضمنها كسب بذره القطن ان ليه محددات في استخدامه، عشان نسبته المفروض لو زادت، هو في ماده اسمها ماده الجوسي بول ودي ماده سامه، فبالتالي لما اجي اعمل علايق للعجول الرضيعه او العجول الصغيره اللي هي في مرحله الفطام اللي هي اقل من 6 شهور، ما ينفعش اطلاقا ان انا ادخل
كتب بذره القطن فين؟ في العليقه دي، عشان الحبول دي ما بتقدرش ان هي تتخلص من السموم دي، فبالتالي انا هدخله في الحيوانات التامه النمو بس. فهنا نسبته برضو المفترض ان هي ما تزيدش عن 10 ل 15%. طيب كمان عندي كسب العباد. كسب العباد معروف ان هو فيه نسبه الياف عاليه، فبالتالي برضو مش هزوده عن 15% من الخلطه بتاعتي عشان ما ازودش نسبه الالياف في الايه؟ في العليقه. طب وانا عمال اقول نزود نسبه الالياف، طب مش الالياف دي مفيده بس كعلف مالئ، لكن كعلف مركز انت طبعا عندك التحليل الكيماوي بيبقى 100%، فكل ما هتزود في المركبات الثانيه الالياف هتزيد، فبالتالي هتقلل لك الطاقه وهتقلل لك البروتين، فهنا العليقه مش هتبقى متزنه او مش هتدي الحيوان احتياجاته. طيب كمان ايه؟ عندي الملاس مثلا، وطبعا الملاس انا بستخدمه في العليقه لثلاث اسباب مهمين جدا. اول حاجه لو انا هعمل علف بيلتس، فبالتالي هو بيعتبر ماده رابطه ان هو بيربط لي الحبيبات او الصوابع او المصبعات بتاعه الايه؟ العلف بتاعي. تاني حاجه هو ماده سكريه، فبالتالي بتحسن لي الاستساغه. تالت حاجه ودي الاهم ان هو مصدر من مصادر الطاقه، فهنا هستخدمه كمصدر للطاقه ان هو يرفع لي طاقه الايه؟ العاليه. تمام؟ طيب يبقى بستخدمه من 3 ل 5%. طيب عندي كمان الحبوب الكامله. طب الحبوب الكامله ديت انا بضيفها في العاليه؟ بضيف الحبوب الكامله في العاليه، بس بضيفها بنسبه كام؟ بنسبه 20 ل 30% من مصادر الطاقه، عشان لو زودتها عن كده يبقى انا هقلل مصادر الطاقه والعاليه عندي ما تبقاش متزنه. زي ايه مثلا؟ زي حبوب الصويا او حبوب اللي هي البذور عامه، بذور الايه؟ بذور الصويا او بذور الايه؟ القطن. بضيفها في الحيوانات عاليه الاضرار اللي بتحتاج لمواد علف كتير او طاقه، محتوى طاقه عالي في الايه؟ في بدايه الموسم بتاعها. وكمان الحيوانات اللي هي معدلات نموها مرتفعه فبتحتاج لنسبه بروتين وطاقه عاليه، ما بقدرش ان انا اوفرها بمواد العلف الايه؟ التقليديه يعني. طيب كمان عندك لازم يكون عندك اتزان معدني. يعني ايه؟ يعني الاملاح المعدنيه في العليقه بتاعتك مفترض ان هي برضه تكون متزنه، عشان لو زادت عن الاحتياجات هتعمل لي مشاكل. ممكن يبقى عندك حصوات في الكلى، ممكن يحصل عندك تسمم ملحي، الحاجات دي كلها هتاثر في تركيب العليقه بتاعتك. يبقى انت لازم الحاجات دي تكون عارفها. طب انت مش متخصص، يبقى ما ينفعش تركب عليقه الا لما تكون عارف الحاجات دي وتتقنها كويس عشان العليقه بتاعتك تكون متزنه وفي نفس الوقت تكون اقتصاديه. تمام؟ لان العليقه ممكن تكون متزنه ولكن انت ما تعرفش تظبط اقتصادياتها، لان انت مش حاطط النسب زي ما ايه؟ زي ما المفترض ان هي تكون موجوده. طيب نيجي بقى ازاي هنكون العليقه بالطريقه التقليديه او الطريقه اليدويه البسيطه اللي احنا هنعملها. ادعمنا بلايك وشير وسبسكرايب عشان نقدر نستمر ونقدم لك محتوى يفيدك، وما تنساش تتابعنا على قناتنا على اليوتيوب وصفحتنا على الفيسبوك. لازم عشان تبدا ان انت تكون العليقه بتاعتك او تعمل عليقتك بنفسك لازم تكون عارف نسبه الطاقه والبروتين في المواد اللي انت هتدخلها في العليقه بتاعتك. نفترض مثلا ان انا هركب العليقه بتاعتي من 3 مكونات، زي مثلا اشهر 3 مواد علف موجودين عندي اللي هي الذره والصويا والرده او الايه؟ النخال. طيب لازم تكون عارف ان نسبه البروتين في كل مكون من المكونات ديت. لو قلنا مثلا بالنسبه للذره فده نسبه البروتين فيه بتبقى من 7 ل 9. طيب الطاقه عندي هنا كذا مقياس ممكن تقيس بيهم الطاقه، هناخد اشهرهم اللي هو التي دي ان اللي هو التوتال دايجستبل نيوترنت، وده طبعا اللي هي مجموع المركبات الكليه المهضومه في ماده العلف. طيب بالنسبه للذره فبتبقى نسبتها حوالي 85%. طيب بالنسبه الصويا بتبقى نسبه البروتين فيه حوالي من 44 لغايه 50% على اساس نسبه الاستخلاص بتاعته او طريقه الاستخلاص بتاعته، هل هو بالضغط الهيدروليكي او بالايه؟ او بالمذيبات. طيب نسبه البروتين عرفناها في الصويا. نسبه الطاقه في الصويا قد ايه؟ نسبه الطاقه في الصويا بتبقى حوالي 75% تي دي ان. امال النخاله بنسبه البروتين فيها بتبقى من 12 ل 15%. اما التي دي ان بتاعها فبيبقى في حدود ال 65% تي دي ان. طب انا بقى عشان اكون العليقه لو انا فرضت الايه؟ الثلاث مكونات دول، ببدا ان انا افرض نسب متوقعه او نسب متوسطات هستخدمها. زي ايه مثلا؟ ان انا اقول مثلا والله انا في المحددات اللي قلتها قبل كده الذره ما يزيدش عن 60%. لو فرضنا ان انا هحطه بنسبه 60% يبقى هيديني بروتين قد ايه في العليقه وهيديني طاقه قد ايه في العليقه. بتبدا تحسب تضرب الكميه اللي انت هتضيفها اللي هي 60 في نسبه البروتين وتقسم على 100 عشان تعرف ال 100 كيلو لما احط فيهم 60 كيلو من الايه؟ من الذره هيدوني قد ايه؟ يبقى انت لو قلنا مثلا الذره
هناخد متوسط نسبه البروتين فيه 8، هتضربها في 60 وتقسم على 100، فبالتالي هيديك حوالي 4.8 بروتين ناتج من الايه؟ من ال 60 كيلو في المية اللي هم الايه؟ الذره بتاعك. طب بالنسبه للصويا، الصويا هنقول مثلا ان انا هضيفه بنسبه 20%. طب 20 في نسبه البروتين كام؟ خلينا ناخد 44%، يبقى هضرب ال 20 في 44 واقسم على 100 فهيدينا حوالي 8.8 بروتين. طيب النخاله، هقول النخاله مثلا هستخدم النخاله نسبه البروتين فيها 12، هضرب ال 12 في نسبه 20، هحطها بنسبه 20% واقسم على 100، فبالتالي هتديني حوالي 2.4 بروتين. لما اجي اجمع بقى الثلاث مكونات دول هيدوني بروتين قد ايه في الخلطه بتاعتي؟ هلاقيهم بيدوني حوالي 16% بروتين. طيب هيدوني طاقه قد ايه بقى عشان اشوف الطاقه متزنه ولا لا؟ هاجي الاقي ان الطاقه في الذره بتبقى 85%. طب انا ضايفه بنسبه كام؟ 60%. هضرب 60 في 85 واقسم على 100، فده هتبدا تديني حوالي 51 تي دي ان. طيب الصويا مثلا هيديني قد ايه؟ انا ضايفه بنسبه 20 والطاقه فيه حوالي 75، وهقسم على 100 يديني كام؟ 15. طيب واجي على النخاله نسبتها كام؟ 20، نسبه الطاقه فيها 65 واقسم على 100 يديني حوالي 13. لما اجي اجمع بقى ال 51 بتاعه الذره واجمع ال 15 بتاعه الصويا واجمع 13 بتاعه النخاله، هلاقي مجموعهم حوالي 79% تي دي ان. هاجي هنا الاقي ان ال 79 ديتي يعني زياده شويه بالنسبه للحيوانات اللي التسمين في المرحله ديتي اللي هي في مرحله الاعمار اللي هي الصغيره اللي هي محتاجه 16% بروتين، فابدا اغير في الايه؟ في المحتويات او في نسب الاضافه بتاعتي، ابدا ازود حاجه وانزل حاجه عشان ايه؟ يعني ايه؟ اوازن الايه؟ التركيب، او ادخل ماده علف ثانيه تشيل في الايه؟ في المكونات، وابدا اعمل التوليفه دي بنفس الطريقه، ومن هنا اقدر احسب نسبه الطاقه والبروتين واكون العليقه بتاعتي بنفسي. طيب انا خلاص كده ضفت الثلاث مكونات بتاعتي، يبقى انا كده عملت العليقه؟ لا استنى، ده انت عندك حاجتين مهمين جدا. لازم تكون ان انت بتحسب على اساس وزن ايه؟ جاف، لان نسبه البروتين في الصويا اللي هي 44 ديتي للوزن الجاف. طب نسبه الرطوبه فيها كام؟ نسبه الرطوبه فيها 10% مثلا، يبقى بالتالي هنا مش هتديني ال 8.8 يعني ما يبقاش فيها 44، ده انت لازم تنسب للايه؟ للماده الجافه، زي ما شرحنا في الفيديو اللي قبل كده ازاي تحسب الايه؟ الماده الجافه، عشان تطلع في الاخر ان العليقه بتاعتك تكون فعلا هتديك الايه؟ هتديك نسبه البروتين اللي انت حاسبها، يعني ما تحسبش زي ما هي نسبه الرطوبه فيها، لان المكونات ديت المتوسط نسبه الرطوبه فيها هتبقى حوالي 10%، فبالتالي لو انا حسبت هلاقي ان البروتين بتاعي هينخفض اقل من الايه؟ من ال 16%. تمام؟ فبالتالي لازم ان انا احسب على اساس الماده الجافه عشان تبقى ايه؟ الاستاندر عندي. طيب نيجي لاهم حاجه اللي هي بقى ايه؟ البهارات بتاعت التركيبه بتاعتك او بتاع الخلطه بتاعتك، اللي هي الاضافات الغذائيه اللي هتحسن لك من جوده العليقه وتخليها لك متزنه، وفي نفس الوقت تحسن معدلات الايه؟ معدلات النمو ومعدلات الهضم بتاعت الايه؟ الحيوانات بتاعتك. يعني لازم ان انت العليقه بتاعتك تكون فيها املاح معدنيه وفيتامينات، ودي طبعا لازم تضاف بنسبه حوالي مثلا نقول 3 كيلو على طن بالنسبه للاملاح المعدنيه. ملح الطعام بيبقى حوالي 5 كيلو، مضادات السموم بتبقى حوالي 2 من 10 حوالي 200 جرام، على حسب انت هتضيف المضاد السموم ده بيولوجي ولا كيميائي. برضو بترجع لتوصيات الشركه او الشركات اللي بتبقى عامله الاضافات، تشوف هي بتقول لك الاضافات قد ايه، لان طبعا لو انت زودت هيعمل مشاكل، ولو قللت مش هتكفي احتياجات الحيوان، فلازم ان انت تضيفها. كمان ما تنساش ان انت تضيف الخمائر لان دي مهمه جدا في ان هي تزال العليقه وفي نفس الوقت تحسين بيئه الكرش وعمليات الايه؟ عمليات الهضم. طيب انت كده عملت الايه؟ العليقه بتاعتك وبقت متزنه، تبدا ان انت تخلطها خلط جيد وتبدا ان انت تقدمها للحيوانات بتاعتك. وبكده نكون وصلنا لنهايه الفيديو بتاعنا، وما تنساش عشان نقدر ان احنا نستمر لازم ان انت تدعمنا بلايك وشير، وما تنساش الاشتراك في القناه ومتابعه صفحتنا على الفيسبوك، وما تنساش ما تربيش وخلاص.